السلام عليكم، نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وتكونوا بصحة جيدة ان شاء الله يا رب. كما العادة فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم ان شاء الله نقدم معكم واحد المعسلة د رمضان، قنينطات د الكاوكاو اولا لي سيغار د الكاوكاو كيجيو مزيونين. خليكم معايا ندوزو نشوفوا المكونات اللي كنستعملوا لهاد القنينطات هادو. بغيت نشارك معكم الطريقة ديالي لا غير. بالنسبه لهنا عندي الكاوكاو، هنا استعملت كميه قليله نص كيلو د الكاوكاو، واستعملت هاد البيان صغيور. عملت حمرتو هيدا. هنا عندي واحد الساشي د الفاني باش كنسموه، وعندي الحليب المركز، حليب نسلي نحتاجو باش نخلطو هاد المكون د الكاوكاو. وهنايا المزهر وشي حاجه د القرفه والورقه. من طبيعه الحال غنحتاجو الورقه لا غير. هادو هما المكونات اللي غنحتاج في هاد المعسله هذه. خليكم معايا نغوزو نطحنوا الكاوكاو. بالنسبه عفوا كتشوفوا ما عنديش السكر حيت نسلي راه حلو زايد الحلاوه. مي اذا عملنا نسلي وعملنا السكر وضفنا زدنا العسل باش غنسقيوهم عايزين يجيونا حلوين بزاف. بهذا انا غنكتفي بالحلاوه د النسلي فقط. خليكم معايا نغوزو نطحنوا هذا البيان هذا ونبداو بالخلط. هنا من بعد ما طحنت الكاوكاو ما طحنتوش مزيان حتى رجع لي لين. هنايا غنبدا نضيف داك مكونات اخرى. عندي هنايا القرفه، غنضيف داك الساشي ديال الفاني. هو اللي بغى يكتفي بالقرفه يكتفي بالقرفه. هنا غنضيف المزهر، من بعد غنضيف النسلي. يكفي نص كيلو كنحتاجو لا نص د هاد اللاطه. واذا عملنا كيلو د البيان كنعملو هاد اللاطه هادي مكموله. مي انا احتاجيت النص، نص كيلو د الكاوكاو كيهوز لنا النص، وكيلو د الكاوكاو كيهوز لنا وحده. هنا غنجيب شي سباطوله د اللوح نخلط هادشي. خدموا بيدي من الاحسن باش كيتعلق لنا هادشي مزيان. كنخلط حتى كيتجمع لنا مزيان هذا الخليط. من بعد ما غنعجنو يتجمع لي، غنحس بالخليط انه بدا كيتجمع، غنوضعو في النبيره باش يشبر لي راسو.
يعني باش يشبر راسو، باش منين نجي نبغي نعمر الورقه يساعدني ما يوسخليش الورقه، توسخليش الورقه بديك الحشوه اللي كان مزروب يحشيها في الكونخيلادور، واللي يعني عنده الوقت الكافي يحشيها غير في النبيره نتاعحيت. كتشوفوا جا بهذا القوام هذا، غنغطيه بالسلوفان ونحشيه في النبيره حتى كنتشوفوا شبر لي راسو شتيتو، يعني قصا شتيتو. هنا من بعد ما جبت الورقه هنا عملت الزبده والزيت باش نبقى نعمل في هاد، يعني ندهن هاد الورقه. هنايا هاد الورقه غنزول لها هاد الجوانب هادو هيدا، نزولهم لها بحال هيدا مره، نعوضوها من الجناب. غنبدا بحال هيدا، غنجيب نشخشخها مزيان، غندهنها نرشها بالزبده والزيت مزيان بحال هيدا. غنبدا كنجيب الحشوه اللي عندي، نبقى كنعملها حريبلات وانا كنوضعها في الورقه بحال هيدا حتى كنكملها كامله. غنهز ديك الطرف د الورقه هيدا، غنحاول نشد عليها مزيان بهذا الشكل هذا. هنا من بعد ما كملت هاد المعسلات بحال هيدا عملتهم في اللاطه ودهنتهم من الفوقي. دابا غنحشيوهم في الفران حتى كيتحمروا ومن بعد كنساقيوهم بالعسل. خليكم معايا نشوفوا الشكل النهائي ديالو. هنا من بعد ما طابوا لي سيجار هاد التحليه غنجيب العسل حصل ان شاء الله زولتهم من الفران. غنجيب العسل وغنضيفوا عليهم هيداك العسل اللي غنعمل له مسبق لي وعدلته. هذا كان عندي معدل في الدار، نعمل لهم العسل مزيان هيدا. نبقى كنهز في العسل وكنكب عليهم حتى كيتشربوا ديك العسل مزيان، ومن بعد كنقطعوهم تحمروا جاو مزيونين. غنبقى كنهز في هذا العسل هذا وكنرد ونكبوا عليهم حتى كيتشربوا لنا العسل مزيان. خليكم معايا وكنقطعوهم ونقدموهم بالصحه والراحه. من بعد ما عسلتهم مثلهم العسل وقطعتهم جاو بهذا الشكل هذا، جاو مزيونين ومحمرين ومقرمشين، يعني كتشوفوا التقرميشه فيهم، يعني جاو هيدا.
كنتمنى الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، وكان الهدف من هذا الفيديو هذا هو انني نشارك معكم طريقتي في هذا يعني في هذه المعسله هذه لا غير. وكنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وخفيف الظريف على قلوبكم، وعواشركم مبروكه ورمضان مبارك سعيد. وكما العاده من هنا نقول لكم سلامه، بارطاجيو الفيديو، واللي باقي ما دخلش القناه مرحبا به، وشكرا بزاف، ودعمونا بلي لايك فضلا ليس امرا، وشكرا بزاف والسلام عليكم.